المباريات تقريبا. قبل أن نذهب إلى هذا السؤال، معنا على الهاتف النجم أحمد حسام ميدو من ملعب المباراة. كابتن ميدو، أهلا بيك. اهلا بحضرتك يا دكتور، واهلا بكابتن اسماعيل وكابتن احمد. كابتن ميدو، هل لك أن تطلعنا لو كان هناك جديد في مسألة بطاقتك؟ لا والله ما فيش جديد حضرتك، احنا يعني منتظرين حكم المحكمه الرياضيه، كان المفروض النهارده، وانا عن نفسي يعني موجود مع الفرقه من الظهر، من الساعه 12 الظهر، فما تابعتش اي حاجه. فيعني ان شاء الله يكون خير، ولو زي ما انا قلت لو ما فيش نصيب ان انا اكون موجود، انا موجود مع الفرقه في كل تمرين وفي كل مباراه وفي كل معسكر لغايه ما نادي الزمالك باذن الله يكون له نصيب في الفوز ببطوله الدوري. ماذا عن غيابك المتكرر عن المران في الايام السابقه، الامر الذي قال الكابتن ابراهيم حسن انه ادى الى عقاب مالي؟ انا تحت امر نادي الزمالك في اي عقوبات ماليه، وتحت امر الكابتن ابراهيم. انا راجل الناس ما تعرفوش ان انا كنت في سويسرا، وكنت بحاول احل المشكله بتاعت المحكمه الرياضيه، ولسه راجع النهارده مخصوص في الماتش، لكن اي عقوبات ماليه تتاخد عليا انا راجل عمري ما اعترضت عليها. كابتن ميدو، الزمالك اليوم بلا رأس حربة، احمد جعفر موقوف، عمرو زكي مصاب، او عودية مصاب. لو كنت مكان حسام حسن تفضل ان تبدأ بأبو كوني او محمد ابراهيم او كلاهما معا؟ يعني احنا ان شاء الله يعني ابو كوني موجود، محمد موجود، وحسين وياسر موجودين، يعني عندنا حلول هجوميه مختلفه. صحيح اللعيبه اللي حضرتك ذكرتهم دول لعيبه مؤثره في اي فرقه، لكن ان شاء الله الناس الموجودين تقدر تعمل دور كويس ويكون ليها دور في مكسب الفرقه النهارده. الزمالك في ضغط رهيب، لا بديل عن الفوز للبقاء بفارق 3 نقاط قبل الأهلي، قبل مباراة الأهلي الأصعب غدا، بالإضافة إلى أن لا خيارات أمام الفريق والدوري يقترب. كيف يمكن للاعبي الزمالك أن يرفعوا عن كاهلهم هذا الضغط؟ والله حضرتك أي فرقة بتلعب على بطولة لازم إن يعني بتلعب على ضغط المنافسة، مش من ضغط المنافس. يعني في فرق كبير جدا ان يبقى المنافس هو اللي عامل عليك ضغط والمنافسة هي اللي عامله عليك ضغط. واحنا الحمد لله عندنا في فرقتنا يعني لعيبه كبار، ولعيبه يعني عندها ماتشات دوليه كبيره جدا، ولعيبه عندها خبره كبيره جدا في الدوري المصري. ف يعني المفروض ان الضغط ده بالعكس يكون حافز للعيب، ينزل ياخد 3 بونت وينزل يسعد الجمهور اللي جاي، لن يقبل الا مكسب المباراه. وزي ما قلت لحضرتك يعني اللعيبه الكبار مهمه جدا في الفتره دي، واحنا عندنا في الملعب النهارده على الاقل 5 6 لعيبه كبار، ولعيبه عندها خبره كبيره يعني. ميدو، شعورك ايه وانت عام كامل بعيد عن الملاعب؟ لا مش عام، لا ليه، انا اول 6 شهور كنت بلعب مع اياكس. لا بس النهارده احنا في شهر 6، يعني 6 شهور كامله بعيد عن الملاعب. قبليها الشهور الاخيره في اياكس برضو ما كانش فيه انتظام كامل في المباريات. مساله ثقيله على لاعب بحجم احمد حسام. اتفضل. الوقت اللي جيت فيه في اياكس الحمد لله لعبت وكان ليا دور، واحرزت اهداف مهمه في بطوله الدوري السنه دي. البعد في الفتره دي حاجه ما انا ماليش اي فيها، انا راجل جيت وكنت جاهز وجيت عشان اكمل البطوله مع النادي، وحصلت احداث الثوره زي ما حضرتك عارف وكلنا مرينا بيها، وبعد كده مشكله البطاقه. الواحد بيقول الحمد لله، ولو ماليش نصيب ان انا اكون موجود السنه دي، جاهز نفسي كويس جدا الفتره اللي السنه الجايه عشان من اول الموسم الجديد يكون بدايه كويسه باذن الله. طب الموسم الجديد زمالك ولا فولهام ولا فين؟ لا زمالك ان شاء الله. مش يعني انا ما بفكرش ان انا في اي حل من الحلول دلوقتي الا ان انا اكمل مع نادي الزمالك عادي باذن الله. يعني 100% الموسم الجديد زمالك ان شاء الله يا دكتور علاء. انت مسؤول عن الكلام ده يا كابتن احمد. ان شاء الله باذن الله. خلاص، يبقى احمد حسام مستمر مع الزمالك 100% في الموسم المقبل. شكرا كابتن ميدو. جاءتنا الان تشكيله فريق طلائع الجيش. عماد السيد في حراسه المرمى. عماد السيد كان حارسا للزمالك قبل شهور قليله. هاني السيد